السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل طواجن هتنفع لعيد الضحية. كل سنة وانتم طيبين. هقدمها لك برضو فكرة سيفيها عشان تنفعك في ايام العيد. كل سنة وانتم طيبين، يا رب زي اليومين دول تكونوا في عرفات كلنا جمعا يا رب. جبت سجق وهشوحه كده بمعلقة زبدة، سمنة، زيت براحتك. مش عايزة تحطي حاجة خالص، انا حطيت معلقة صغيرة وهشوحها بالطريقة دي. طبعا ما بتحتاجش توابل لان السجق بيبقى فيه توابل كتير. عايزة ترش رشة فلفل اسود ما يمنعش برضو. توابل كده بسيطة جدا، زي ما انا حطيت ربع معلقة من التوابل كده، اي توابل انت تحبيها. شوحتها بالطريقة دي وخدت اللون، وهطلعها من الطاسة ومكانها كده على طول هحط معلقة زيت ومعلقة سمنة بلدي، وهحط فيها بصلة وفلفلاية، فلفل الوان، فلفل اخضر براحتك، بصلاية مبشورة صغيرة هنشوحها، ومرشة ملح ورشة فلفل اسود واشوحهم. وكمان كنت بشرة طماطمايه ومعلقة صلصة، وهحط مكعب مرق، وهنقلب كله ده مع بعضه. وهشوح فيها، هنحط فيها المكرونة السوستة، اي نوع مكرونة تفضليه. هنعمل المبكبكة بس بطريقة جميلة جدا، بطريقة طواجن بالسجق جميلة، هتجربيها وتعجبك. وحطيت برضو بابريكا، وحطيت توابل السجق عشان ياخد كل الطعم. وكنت غالية برضو المية عشان ان انت تحطيها عليها المية سخنة. انا بحب اشوح المكرونه، بحبش احط الميه الاول وبعد كده احط او المرق اللحمه او الفراخ وبعد كده احط فيها المكرونه. لا، الطريقه دي بتخليها طعمها جميل جدا، جربيها. حطيت مرق الفراخ اللي كان عندي وحطيته. عايزه تحطي ميه، احنا حاطين مرق في المكعب المرق، وحطيته بقى لغايه ما استوى. اول ما غليت واستوت حطيته في الطواجن. وكنت مجهزه البشاميل، بجهزها على البارد، كوبايه لبن مع معلقه دقيق، وبنقلبها اول ما تغلي وتبقى توصل للسماكه اللي احنا فيها دي زي ما احنا شايفينها. هحطها على طول على الوش، بتديها طعم حلو. وكمان كنت حاطه جبن فيها بس يمكن هي ما بانتش في التصوير، جبنه رومي، جبنه موردزيلا. ورب الفكره تعجبك لايام العيد، وكل سنه وانتم طيبين.